محمود محمد عبد المقصود. علاء خيري كمال. منك والله محمد شلبي. سنة 5 مع الشغل والإيقاف وتقريبا 10,000 جنيه. رفع الكف. مشاهدينا الكرام، طبعا الفنانة منة شلبي تم الحكم عليها بسنة وكام يا جماعة؟ سنة الحكم عليها بسنة مع الشغل مع إيقاف التنفيذ وغرامة. سنة وكام؟ 10,000 جنيه يعني. شلبي طبعا عام مع الايقاف وفي القضيه المتهمه فيها. طبعا تم الحكم سنة على الفنانة منة شلبي ومع الإيقاف وغرامة 10,000 جنيه. وطبعا كانت جلسة الفنانة منة شلبي النهاردة من محكمة طبعا شمال القاهرة بخصوص تعاطيها المواد المخدرة. وطبعا دفاع المتهمة قال ان هي طبعا كان في تقريرين للطب الشرعي للمواد المخدرة اللي مع الفنانة منة شلبي، لكن الحقيقة السادة المشاهدين تم الحكم عليها بسنة مع إيقاف التنفيذ و10,000 جنيه غرامة. يعني احنا من جلسة شمال القاهرة وطبعا الفنانة منة شلبي كانت في التحقيقات كانت ذاكرة ان هي مش ما حملتش بعض المواد المخدرة وما فيش في حقائبها اي حاجة. اما المحامي بتاعها قال ان تم التفتيش، وبعد ما تم التفتيش فوجئنا بان الفنانة منة شلبي اختفت وحقائبها اختفت. يعني هي راحت مكان وحقائبها كانت في مكان تاني. وطبعا المحامي كمان قال ان هي يعني في التحقيقات في حاجتين، قالوا ان هي معاها 12 كيس وفي موضع تاني قالوا ان هي معاها 16 كيس، وقالوا ان في تضارب لبعض طبعا العدد. لكن الحقيقه الساده المشاهدين خلاص تم الحكم عليها بسنه مع طبعا ايقاف التنفيذ وغرامه 10,000 جنيه. وطبعا الفنانه منة شلبي لما وجوها كانت نفت الفنانه منة شلبي في التحقيقات اتهمها بحيازه المواد المخدره اللي هي الحشيش، وقالت ان ده ما حصلش، وانا وافقت ان الراجل الثاني يفتح الشنطه بتاعتها. يعني هي كانت موافقه ان في حد يفتح الشنطه اثناء التحقيقات بتاعتها اثناء تفتيش الشنطه وهي كانت جايه من المطار. طبعا النيابه العامه في يوم 21 ديسمبر الماضي كانت محالها لمحكمه الجنايات لمعاقبتها على ما اسند اليها من احرازها الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونيا. وفي طبعا اليوم التالي طبعا اتحدث الجلسه. طبعا النيابه العامه قالت ان في ذكرت طبعا النيابه العامه ان في قائمه ادله الثبوت تتضمن شهاده 5 شهود على الواقعه وما توصلت اليه ان تحريات الشرطه وما ثبت بالتسجيلات كاميرات المراقبه محل ضبطها بمطار القاهره الدولي، الى جانب ما اسفر عنه فحص المعمل الكيميائي للمضبوطات التي تم العثور بعودتها. طبعا واشارت النيابه العامه انها كانت قد استكملت تحقيقاتها بعد ضبط منة شلبي استماع شهاده 5 شهود من العاملين بالمطار الدولي القاهره الدولي. طبعا الحقيقه الساده المشاهدين ده كانت طبعا الجلسه من شلبي وطبعا دفاع منة شلبي النهارده. يعني كان بيقول ان هي ما كانش معاها اي حاجه وان هي طبعا بريئه، وان التفتيشات اللي كانت في الشنطه تمت، لكن بعد ما تمت التفتيشات ونزلت الشنط من على الجهاز ان الفنانه منة شلبي راحت مكان والحقائب بتاعه الفنانه منة شلبي راحت مكان تاني. وخلاص تم الحكم عليها طبعا بسنه مع ايقاف التنفيذ و10,000 جنيه غرامه. 10,000 جنيه غرامه وسنه مع ايقاف التنفيذ. طبعا دي اللي بيسأل على الحكم ايه. الحكم زي ما قلت لحضراتكم سنة مع ايقاف التنفيذ و10,000 جنيه غرامة. ده كان منطوق الحكم النهارده من محكمة شمال القاهرة بخصوص الفنانة
من شلبي بعد تعاطيها للمواد المخدرة بقصد يعني حملها المواد المخدرة بقصد التعاطي. طبعا الفنانة من شلبي هي ما حضرتش النهارده في الجلسة وما كانتش موجودة، وطبعا دفاع المتهمة من شلبي في طبعا حملها المواد المخدرة هو اللي كان موجود ودافع عنها، وطبعا أبدى دفوعه ومن ضمن دفوع المحامي ان الفنانة من شلبي يعني تم تفتيشها وما كانش في حقائبها طبعا حاجه، لكن هي فوجئت ان الشنط راحت مكان وهي كانت في مكان. ده دفاع المتهم، لكن القرار جاء في النهايه ان الفنانه منى شلبي تم الحكم عليها بسنه و10,000 سنه سجن مع ايقاف التنفيذ و10,000 جنيه غرامه. وكده طبعا الساده المشاهدين، وكنا وصلت لنهايه اللايف مع حضراتكم. كان معكم مصطفى عبد الرحيم، موقع تحيا مصر.